سرحت شويه في خيالي وقلت افكر شويه في موضوع الراجل بتاع عامل النظافه بتاع كشري التحرير. فوجئت بكميه الانتقادات والناس اللي بتنتقده على حلمه او خياله اللي وسع واحلامه اللي عاش فيها وكبرت منه قوي. ايه المشكله؟ ايه المشكله لما تكبر منه وراجل بقى ترند وبقى مشهور وحاول يستغل الموضوع وحاول يبقى يستفيد من ورا الموضوع كويس، او وراه حد بيوجهه، دي حاجه كويسه برضو. موقف اتحط فيه او ايا كان بقصد او من غير قصد، في الاخر هو سبب. مين مننا ما وسعش خياله ومين مننا ما فكرش؟ يعني ده الدكتور نفسه يبقى صاحب مستشفى، والمهندس نفسه يبقى صاحب شركة، المحاسب نفسه يبقى مدير بنك او صاحب بنك، الميكانيكي نفسه يبقى عنده اكبر مركز صيانة وقطع غيار في الدنيا، المحامي نفسه يبقى مستشار او قاضي او رئيس نادي زي المستشار مرتضى منصور. مين ما فكرش وقعد مع نفسه وحلم وتخيل وسعت منه وهبت منه وراحت لأبعاد، يعني حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي. يا راجل ده انت مين ما تخيلش هو ماشي في الشارع يلاقي شنطة فيها $1,000,000 ويقول لك هوبا عد الفقر، هوبا ده الدنيا هتزهزه وهتلعب. مين؟ ايه المشكله ان هي توسع منه؟ يعني حمو بيكا مين، وعمر كمال مين، وشعبان عبد الرحيم، كل دول مين؟ يعني حسن شاكوش، الناس دي مين عشان توسع منهم؟ يعني ده لعيبه الكوره بتبقى مشاهير بالصدفه. يعني في لعيبه كوره كتير كويسه ما جالهاش حظها وما جالهاش ان هي تلعب كوره وما جالهاش ان هي تلعب في نادي كبير او غيره. كله بيتخيل وكله بيعيش في احلامه واوهامه. حتى الطريقه اللي احنا بنتريقها عليه على عامل كشري التحرير، يعني ده ترند برضو. الراجل بقى مشهور ووسعت منه، قاعد مع احمد العوضي نفسه يمثل، نفسه قال لك خلاص انا كده عديت الفقر او انا كده بقيت مشهور. عمل دعايه لمحلات ملابس وغيره وغيره. الراجل بقى بيلبس نضيف، الله اعلم ظروفه كانت ايه. يعني حتى لو اتطرد من وظيفه النظافه يعني ليها كل الاحترام، بس ايه المشكله؟ الله اعلم ظروفه، يمكن ما كانش متقبل او حد عامله بحاجه سيئه فرد عليه سيء فمشوه او رفضوه. دي مش اخر الدنيا، جات له الفرصه تك 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 كبرت زي الفل. ده وانت قاعد على الكنبه مفخد ما بتلاقيش حاجه تعملها، بتقعد تتخيل خيالات رهيبه. يا بقى لو الاقي حته اثار، يا بقى لو الاقي شنطه فيها $1,000,000، يا المواضيع كبيره قوي. الفنانين مين؟ هما مش حافظ القرآن ولا علماء يعني ولا اخترعوا الذرة. الموضوع كبير قوي يا راجل. يعني ده أم كلثوم سابت القرآن عشان الغنى والشهرة. سلام.